السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة روف يوتيوب. وان شاء الله النهاردة هنقدم البسبوسة بكل تكاتها وحركاتها تخليها تطلع معاكي زي بتاعة الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. معايا نص كيلو دقيق سامولينا اللي هو دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة. معايا عسل ابيض، معايا كوباية سكر، معايا كوباية لبن، تلت كوباية جوز هند، نص كوباية سمنة. هجيب بولة فاضية واحط فيها كوباية اللبن وكوباية السكر. هنزل السكر اللي معايا في كده في كوباية، واجيب العسل الابيض. ممكن عسل ابيض، ممكن لو عندك الشربات اللي احنا بنعمله الحلويات، بس يكون التخين بتاع الكنافة وال وبلح الشام والحاجات دي، لازم يكون تخين. او سكر جلوكوز من عند مستلزمات الحلواني. اي محل بيبيع مستلزمات حلواني هتلاقيه بيبيع سكر جلوكوز. اي حاجة من التلاتة تنفع. ادوب بقى السكر واللبن والعسل مع بعض كويس جدا واركنهم على جنب. انا بقى معايا نص كيلو دقيق السمولينا، احط عليه تلت كوبايه جوز هند اللي هم حوالي 3 معالق، يكون جوز هند ناعم، ممكن نستغنى عنه حسب الرغبه. دي اهم برضو خطوة مهمة جدا في البسبوسة. لازم اغلف دقيق البسبوسة اللي هو السمولينا بالسمنة كويس جدا، عشان في مادة دي تتغلف، ما تخليش هي دي اللي بتخلي البسبوسة لما تتغلف ما تشربش سوائل كتير وما تشربش مني العسل بعد كده او تنشف يعني. فدي خطوة مهمة جدا لازم نعملها في البسبوسة. اعملها كويس كده، ابسها فيها منها فيها بالسمنة كده كويس تمام. لما احس ان كل حبايه اتغلفت بالسمنه كويس قوي، وطبعا مهم قوي يكون سمنه بلدي، ده بتديها طعم حلو جدا كده. خلاص ابدا بقى اجيب الحاجه اللي انا عاملاها معايا، السوائل اللي انا عاملاها معايا، احطها عليها وما عجنش. اهم برضو خطوه ما عجنش، يا دوب اقلبها كده خفيف وبالراحه خالص، يا دوب بس اقلبهم وامزجهم في قلب بعض، بس ما عجنش خالص خالص، وما خدش وقت في الخطوة دي عشان برضو ما خليهاش تنشف معايا. طبعا انا قبل ما ابتدي كنت دهنه الصينية سمنة. هنا بعد ما حطيت الخليط ابططه كويس كده واخليه كله سوا واحد. بكون يا دوب ملمسة ايدي بشعرة مية خفيفة او حبة سمنة، عشان ايه؟ اعرف افردها كده جوه الصينية زي ما انتوا شايفين كده. برضو من الحاجات المهمة جدا ان انا لازم اخبط الصينية على الرخامة كده قد مرتين 3 عشان اطلع اي هوا فيها، اي هوا فيها يطلع. دي برضو خطوة مهمة جدا في البسبوسة. بسيبها بقى بره كده حوالي 10 دقايق، والاول بقطعها واسيبها بره 10 دقايق، وبعد كده ادخلها الفرن على درجة حرارة 200. طبعا فرن يكون سخن قبلها. هنا بقى لما دخلتها الفرن علقت على الشربات، لاني برضو من الحاجات المهمة في البسبوسة ان الشربات يكون سخن والبسبوسة سخنة. حطيت هنا كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين يعني الا شوية مية، واول ما بتغلي بحط عصير نص ليمونة عليها. واول ما باجي اطفي وهي لسه سخنه يا دوب تغلي معايا غلوتين كده، بحط نص معلقه سمنه بلدي واحط الفانيليا. دي برضو من الحاجات اللي بتدي البسبوسه طعم حلو جدا. هنا البسبوسه بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين اهو، سقيتها بالشربات وبتشربه اهو، يعني دليل على نجاحها. بسقيها بقى كده بالشربات بتاعها واروح مدخلاها الفرن برضو تقعد فيه بتاع 5 دقايق 10 دقايق. بعد شوية بقى بتاخد وقت وتبرد وتاخد راحتها خالص، ابدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين. انا هنا كنت عاملة جنبها كريمة
كريم جانتيه حطيته، وحطيت كريز حلو كده، يعني اي بقى حاجة عندك، بتحطي فستق، تحطي بندق، بتحطي اللي انت عايزاه على البسبوسة. ويبقى الف هنا وشفا، ويا رب الطريقة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.